إذا كانت القبائل الأمازيغية في الأطلس وسوس معروفتان بفن أحدوس وأحواش، فإن قبائل صنهاج السراير معروفة بفن الهايت. إذ لا يخلو أي حفل زفاف صنهاجي مهما كانت المكانة الاجتماعية لأهل العرس من المعلمين أو الطبالة والغياطة. وهم فرقة من الموسيقيين الذين يستعملون الطبل والمزمار والبندير، وهي آلات ضرورية لرقصة الهيت الصنهاجية. وتعرف الفرقة بتنقلاتها من قرية لأخرى ومن قبيلة صنهاجية إلى أخرى، وغالبا تعرف باسم قائدها كفرقة المعلم جحا أو فرقة عمار نحطيطم أو فرقة ميلا. ظلت هذه الرقصة متفاعلة وصامدة بالرغم من تقلبات الأزمنة والتاريخ، مستنطقة للتراث الشعبي بقبائل صنهاج السراير ومحافظة على هندستها الشكلية الدائرية، الشيء الذي جعل منها تراثا يحمل في طياته طابع الكونية والانتماء للأرض والهوية والثقافة. إن رقصة الهيت ليست وليدة الصدفة أو الارتجال العفوي، بل إن جذورها تمتد إلى الماضي الإنساني البعيد، وهي تظل في جوهرها رقصة قريبة الملمح من المسرح الموسيقي الغنائي الذي يقوم على الحركة والأداء الجسدي والحوار والغناء. ويشكل فن الهيت بصنهاج السراير ظاهرة احتفالية شعبية يندمج فيه نسق من العوامل الطقوسية الشفاهية المتوارثة، وجذورها ضاربة في عمق التاريخ الإنساني. لأن سكان شمال إفريقيا قديما امتزجت ثقافتهم بثقافة عدة شعوب أخرى من أنحاء المعمور، وبهذا المعنى تعد رقصة الهيت رقصة اجتماعية أصيلة تنزاح عن الصدفة أو الارتجال العفوي، تغوص في تفاعل مستمر مع أجواء تاريخ التعبير الرمزي للإنسان. لا تخلو أي مناسبة وخصوصا العرس الصنهاجي من هذه الرقصة. فعندما تحضر فرقة المعلمين تبدأ في العزف مشيرة إلى بداية الحفل، حيث يتجمع رجال ونساء وشباب القرية للاستمتاع بهذا الفن. وبعد ذلك ينخرط الشباب في أداء رقصة الهيت، فيما تكتفي النساء بالمشاهدة وإطلاق الزغاريد.
تتكون فرقة المعلمين من 4 إلى 7 عازفين، عازفين على الغيطة أو المزمار، وعازفان على الطبل، والباقي يعزف على البندير. بالموازاة مع فرقة الهيت لا يخلو أي عرس من فن صنعاجي آخر، وهو تشربين أو فيغميرين، التي تؤديها النساء حيث يجتمعن في بيت العرس ويشكلن ما يسمى باللهجة المحلية بالدارة، ويرددن تشربين التي يبدعنها بأنفسهن أو هي متوارثة من التراث الشعبي المحلي، وهن يطبلن بالبندير وبأيديهن، حيث تقول كل امرأة تشريب خاصة بها، فيما تستمع الأخريات إليها بإمعان ليحفظنها بسرعة ويرددنها جميعا، وهن يتحركن بشكل دائري، ثم يقفن مدة لتأخذ المبادرة امرأة أخرى، وهكذا دواليك. ولا تقتصر تأدية هذه الرقصة على المعلمين فقط، بل وإن وجدت الفرقة الموسيقية أو ما يصطلح عليها باللهجة المحلية جوق، فإنها تخصص فقرات لفن الهيت موسيقيا باستعمال الآلات الموسيقية، حيث يتشارك الشباب والرجال في تأدية هذه الرقصة. وتعتمد رقصة الهيت على تحريك وهز الكتفين بشكل متناسق ومنظم وفي آن واحد. ولا زالت هذه الرقصة محبوبة الجماهير الصنعاجية، ولم تبق حبيسة قبائل صنعاج السرير. ولا يخلو أي عرس صنعاجي بتطوان أو بطنجة من هذه الرقصة الجميلة التي ستظل موروثا شعبيا متوارثا أبا عن جد. ولا في الخاطر ولا في الخاطر